السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات تكمله تنظيف المطبخ. بوريكم كده الشكل. انا فضيت المطبخ الجزء اللي من فوق بس، يعني انا لحد دلوقتي في الجزء اللي من فوق. فضيت الظرف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. غسلتها غسله محترمه قبل ما انام. يعني امبارح بالليل غسل فضيت الظرف، غسلت الصواني، وغسلت الحاجات كلها اللي كانت موجودة في المطبخ في الجزء اللي من فوق، وكمان غسلت الرفوف وغسلت المطبخ يعني من الداخل، وسبته كده مفتوح كده لحد الصبح. وسبت المواعين كده مكفية كده هتصفى على الصواني يعني وكده، بحيث ان انا هاجي ارصها معاكم يعني واظبط المطبخ معاكم. بصوا هنا معلش على التصوير بس عشان خاطر كنت فاتحه شباك المطبخ والشمس آه يعني جايه كده في وش التليفون وكده. هنا بوريكم كده الصواني. طلعت الصواني الالومنيوم كلها، دعكتها بالسلك، وكمان الحلل اللي سلس والصاج وكله كل الحاجات اللي كانت في المطبخ فوق غسلتها. هنا بوريكم كمان جزء في الارض دوت. طبعا ما كانش فيه مكان ان انا احط عليه الرخامه يعني وكده، فحطيت الحاجات اللي هي الفخار والكلام ده كله حطيته في الارض زي ما انتم ما شايفين كده. جايبه الرفوف دي يا بنات. انا عندي 2 يعني وكده، كنت حاطه واحد على الرخامه والتاني كنت شايلاه. فشلت اللي كان على الرخامه وجبت اللي انا كنت شايلاه يعني كان جديد وكده. فجبت الاتنين برضو غسلتهم، وقلت ان انا هحطهم في ضرفة المطبخ من جوه. بص حطيت الاتنين كده جنب بعض، وبدأت ان انا كده ارص عليهم الحاجات. جبت كده الاطباق اللي انا استخدامي فيها خفيف، يعني الاطباق اللي استانلس بتاع الغرف والكلام ده كله، وباقي اطباق طقم الملامين اللي كان عندي يعني بواجي منه يعني وجبت كده ورحت رصيت عليه الحاجات اللي هي الطواجن الفخار. حطيت الطاجن الكبير من تحت، وحطيت الحاجات اللي هي الصغيره من فوق. بعد كده رجعت غيرت رايي ورحت شلت آه، الطواجن ديت. حسيت ان هي تقيله على الرفوف اللي معايا، فقلت لحسن تتكسر يعني وكده، فقلت لا خساره ورحت شلتهم. يعني غيرت في الشكل كذا مره، بس ما حبيتش ان انا اصور معاكم يعني. قلت هصور معاكم بس بعد ما استقر يعني على حاجه معينه. هنا كده يا بنات كنت بجيب الصواني بتاعتي. جبت الصواني اللي هي المدوره كلها باحجامها، حطيتها جوا بعضيها. جبت من اكبر صينيه لاصغر صينيه، حطيتهم جوا بعض بحيث ان هم ما ياخدوش مساحه معايا وكده. ودوت كمان طقم صواني اللي هو بتاع البسبوسه. 3 صواني كده مع بعضهم برضو حطيتهم مع بعضهم. وجبت الصواني اللي هي المستطيل دي برضو حطيتهم كلهم في بعض كده، بحيث ان انا لما تحط الصواني جوا بعض ما تاخدش معاكي مساحه في ظرف المطبخ. بس كده جبت كده الصواني بتاعتي، بدأت ان انا ارصها. قلت الصواني كلها احطها على رف لوحديها. الصواني ديت كانت يا بنات كانت في الضرفة اللي هي فوق التلاجة. فكنت عشان انا اقعد يعني اخد صينية او اكون عايزة صينية مثلا استخدمها وكده، لازم اجيب كرسي واقف عليه عشان خاطر اطول ان انا اسحب صينية وكده. فانا قلت لا، انا هجيب الصواني بتاعتي في رف قريب من ايدي، والضرفة اللي فوق التلاجة ديت هحط فيها كل حاجة انا مش بستخدمها، يعني مش الاستخدام اليومي. في حاجات بستخدمها مثلا يمكن كل كام شهر مرة، كل سنة مرة مثلا. فليه اخليها قريبة مني واخلي الحاجة اللي انا بستخدمها بعيدة؟ فقلت لا، ان انا هبدل كده حاجات مكان حاجات يعني وكده. هنا برضو حطيت في الرف في الضرفة ديت اللي انا حطيت فيها الصواني، حطيت الصواني من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده انا مرتاحة وبطولها يعني بكل سهولة يعني. والرف اللي من تحت دوت حطيت فيه رصيت فيه طقم الاستانلس الحلل والطقم اللي هو الصاج مع بعض. كمان لسه في بواقي حلل وكده في حلتين كانوا في التلاجة يعني وكده، فكان فيهم بواقي اكل وكده. قلت لما يتغسلوا هرصهم مع الحلل ديت في النص كده. بصوا دوت اللهم صل على حضرة النبي.
ده النظام اللي انا استقريت عليه في الاخر. بصوا حطيت الرفين كده جنب بعض، وحطيت البولات الصغنطوطه خالص العسل ديت حطيتها فوق بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت الميزان بتاعي في الجنب، وحطيت كمان الاتنين طاجن دول كده تحت الرف كده عشان خاطر ما يبقوش محملين على الرف بتاعه يتكسر وكده يعني. والاطباق ديت ما غيرتش مكانها، سبتها زي ما هي. وهنا دوت مج بتاع ادهم يعني. وكمان حطيت هنا كده كوبايتين ميه دولت، كوبايتين ميه ازاز يعني، فممكن استخدمهم في اي وقت لما يكون عندي حد وكده بطلع فيهم ميه. بصوا في الرف اللي فوق ده حطيت فيه عصرة البرتقال زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيه اللي هي المكنه ديت اللي هي بتاعه الشيبسي والبطاطس، وبتعمل شيبسي وبطاطس وبصل وجزر كده يعني شرايح وكده. حطيتها كده، بس طبعا العصاره والبتاعه ديت اللي هي بتاعه البطاطس مخليهم في العلب بتاعتهم بصراحه يعني، بطلعهم استخدمهم، بعد الاستخدام بروح حطها في العلبه اغسلها يعني وكده، وبعدين ارجعها كمان في الكرتونه بتاعتها، بتحافظ عليها وكمان في نفس الوقت متاخدش مساحه. وكمان حطيت هنا دوت المضرب اللي هو المضرب الكهرباء، حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو، بستخدمه بعد الاستخدام بيتغسل يعني وكده، واروح برجعه مكانه. انا بوريكم الحاجات عن قرب كده عشان تبقوا شيء يعني الصورة تبقى واضحة معاكم. كمان كان عندي اللي هي الجزايز اتنين جزازين يعني، اتنين كده جزاز اللي هي بتاعة الخل والزيت، مش بستخدمهم، حطهم من فوق. وعندي كان عندي كام برطمان كده حطيتهم برضو في جزء اللي هو فوق كده، بحيث برضو لو عايزة استخدمهم في اي وقت يكونوا سهلين عليا وقريبين مني. هنا برضو بوريكم ال بتاع ده الضرفة ديت هنا كده زي ما وريتكم الحلل، وحطيت فوق مع الصواني، لقيت الجزء دوت فاضي، فقلت طب خسارة استغله يعني وكده، ورحت حطيت فيه الطاجن الكبير اللي هو الفخار، وحطيت فيه في قلبه اللي هم الصغيرين، والاتنين اللي هم الوسط حطيتهم فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الضرفة بقت عندي حلوة كده ومترتبة وشكلها كمان حلو. هنا بقى الضرفة اللي هي فوق فوق التلاجة، حطيت فيها كل حاجة انا مش بستخدمها. جبت المصفى ديت او الصفية ديت اللي هي بتاعة الحوض، ما عنديش مساحة ليها على الحوض يعني وكده، فانا كنت شايلاها في الضرفة من تحت اللي هي بتاعة البلاستيكات. جبتها حطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت فيها كده كان عندي اطباق بلاستيك وحاجات كده يعني استخدامي فيها بسيط خالص. فرحت قلت احطها كده، وحطيت خلطت عندي كمان استخدامي انا عندي اتنين، واحد بستخدمه وده التاني يعني اتنين زي بعض، حطيته. وكمان جبت كده الطقم الصواني دوت اللي هو الصواني اللي بتتفتح من الجنب، ومكنة البتفور ومكنة الزبادي ومكنة البسكوت، حطيت كله دوت في الضرفة اللي هي فوق التلاجة عشان خاطر المساحة والكلام ده كله، فحبيت ان انا اوسع على نفسي. تعالوا بقى هنا في الضرفة اللي هي تحت الفرن على طول، في الجزء اللي هو الجزء اللي في المطبخ اللي من تحت، الضرفة ديت اللي هي كان فيها البلاستيكات. بصراحة كان فيها بلاستيكات كتيرة، فانا حبيت ان انا اخفها شوية. بصوا حطيت فيها ديت المصافي، وحطيت فيها المنظمات اللي هي بتاعة التلاجة اللي انا بحط فيها الخضار بتاعي، وحطيت كل البولات اللي انا بستخدمها في قلب بعضيها يعني عشان خاطر المساحة وكده. وعندي اللي هو الطقم دوت اللي هو بتاع التوابل، انا مش هخليه مكانه كده يعني، بس انا حطيته دلوقتي لحد ما اخلص تنظيف في المطبخ خالص عشان هطلعه كده على الرخامة بتاعتي. بس قلت هو نظيف وكده، فخليه في الضرفة من تحت بحيث ان هو ما يتبهدلش مني يعني ويكون محتفظ كده بنظافته وكده. بس طبعا الضرفة ديت برضو فضيتها وغسلتها من الداخل، والحاجات البلاستيك برضو غسلتها، بس ما حبيتش ان انا اصور عشان خاطر ما اطولش عليكم يعني وكده واخد من وقتكم كتير، فصورت بس كده بعد ما انا رتبت المطبخ والكلام ده كله. طبعا وريتكم الشكل المطبخ الاول كان عامل ازاي يعني، كان متبهدل، بس هو مش متبهدل يعني، هو الحاجات اللي انا كنت حطاها كلها على الرخامه وعلى الفرن على الرخامات يعني وكده والصواني كلها كانت نظيفه. الجزء اللي فيه الفرن دوت فيه مساحه يعني من